واخيرا تفاصيل الترم الثاني او الترم اللي عامل فيها ترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. معاكم كابتن بدر حمزة، ومن خلال الفيديو ده هقول لك بالظبط انت هتعمل ايه في الترم الثاني او هتعمل ايه في الترم اللي عامل فيها ترم. وقبل ما نخش في اي تفاصيل لازم تعرف شوية حاجات كده عن الترم الثاني، علشان الترم ده لو مركزتش فيه وكنت شخص مسؤول هتبص تلاقي نفسك لبست في الحيط. الترم الثاني ترم قصير جدا، في رمضان، في العيد، في شوية حاجات كتير جدا جدا تبعدك عن المذاكرة تماما. وبالرغم من كل ده المنهج بتاعه مش قصير في معظم المواد. فالترم ده اهم نقطة لازم تكون موجودة عند حضرتك فيه هي فكرة المسؤولية. وانا بفضل انك على مدار الترم ده لازم يكون في حد بيتابع معاك بشكل مستمر. يعني ما ينفعش من الاخر كده تتساب لنفسك الا لو انت كنت شخص مسؤول جدا جدا عن مذاكرتك، عن مجهودك، عن مستقبلك اللي هو في ايدك بمعنى اصح. فخلي بالك جدا من فكرة الترم الثاني، ترم قصير لازم خطتك فيه تكون بشكل يومي واسبوعي. ما ينفعش ان انت ما يكونش عندك انجاز مهام بشكل مستمر عشان ما تبصش تلاقي نفسك فعلا لبست في الحيط. وخلي بالك ان ده اللي هيتعمل بالظبط في منصة الكابتن التعليمية، مش اللي هيتعمل ان احنا نلبس في الحيط، لا، اللي هيتعمل ان احنا باذن الله هيكون عندنا خطة اسبوعية لمواد الجغرافيا والتاريخ. من خلال الخطة دي اللي هي طبعا هتتوضح قبل بداية كل اسبوع هنقول لك هنعمل ايه بالظبط، سواء كان لطالب المنصه او طالب اليوتيوب، لان في مفاجآت كتير جدا جدا هتكون على مدار الترم ده وبالاخص في شهر رمضان باذن الله. طبعا الجدول ده مش هيتحط كده ويتساب على الجروب، لا، ده جدول انجاز مهام حضرتك خلال الاسبوع، وهيكون في تيم متابعه قوي جدا جدا هيتابع معاك اليوم بيومه عشان يعرف حضرتك وصلت لفين وسمعت المحاضره ولا لا وعملت الواجب ولا لا. ولكن كعادتنا في منصتنا باذن الله هيكون في شرح تفصيلي للمناهج بشكل مبسط جدا وفي اقل وقت علشان نلحق المراجعات النهائيه ونقدر باذن الله اننا نضمن ال 80 درجه بدون اي مشاكل. كمان باذن الله هنحل مئات الاسئله كالعاده، وهنستخدم كذا مصدر في حل الاسئله، وده علشان نعودك على انظمه امتحانك كطالب ثانويه ازهريه. فهنحل اختياري وهنحل مقالي بكميات كبيره جدا جدا على كل جزء هنشرحه باذن الله. كمان كالعاده باكج الملازم هيكون مجاني بالكامل لحضرتك، وهيشمل شرح وحل وشخصيات وتواريخ لمادة التاريخ وخرائط لمادة الجغرافيا. والملازم بتاعت الشخصيات والتواريخ والخرائط دي هدية مقدمة لطلاب الترم الثاني على فكرة، عشان انتوا عارفين ان الملازم دي ما بتكونش تبع بند الترم الثاني قوي، ولكن هيتقدم لك الملزمتين دول بمحتوى قوي جدا جدا يسهل عليك المادتين بإذن الله. اما عن بند البدايه فباذن الله بدايتنا هتكون خلال الاسبوع ده. احنا هنبدا غدا في الجغرافيا وبعد غد في التاريخ باذن الله. يعني من الاخر كده الاسبوع الاول في منصتنا سواء في الجغرافيا او التاريخ هو الاسبوع الحالي يا ابو الطلاليب. اما بقى عن الايام فالكابتن هيكون معاك 4 ايام على مدار الاسبوع، ده بخلاف كمان المفاجآت اللي هتتم والحاجات اللي هتقدم على مدار شهر رمضان. وباذن الله خلال ال4 ايام في المنصه دول هيكون في ايام للجغرافيا وايام للتاريخ، الحد والاربع للجغرافيا والاثنين والخميس لمواد التاريخ. طبعا يوم الحد بتنزل محاضرة الشرح مسجلة على السمارت بورد لحضرتك او على الشاشة التفاعلية، وده طبعا خاص بالجغرافيا. ويوم الاثنين نفس الكلام، بينزل لك محاضرة مسجلة على السمارت بورد او الشاشة التفاعلية لمادة التاريخ. اما عن ايام الاربعاء والخميس فدي ايام البث المباشر او الحل معاك يا ابو الطلاليب. وطبعا الحل بيكون بشكل مباشر مع حضرتك علشان لو عندك اي تساؤلات نتناقش فيها وتطلع من المحاضرة ما عندكش اي مشكلة في اي سؤال بإذن الله. ورجاء لو مش هتبدأ معايا ابدأ مع غيري، بتكلم معاك بجد والله، والنصيحة دي من كل قلبي ليكم، لان انا قبل ما اتعامل معاكم كطلاب انا بتعامل معاكم كاخواتي الصغيرين. الترم ده لازم تبدأ فيه لا محالة، حتى لو انت مش ناوي تنضم، حتى لو انت مش ناوي تشترك في اي منصات، ابدأ مع نفسك وخليك شخص مسؤول، لان الترم ده ما ينفعش تضيع فيه ولا دقيقة. اما عن نهاية الترم فما تقلقش من البند ده تماما، لان احنا هنخلص الترم الثاني في وقت قياسي بشرح مفصل ومبسط علشان نسهل عليك المادتين تماما يا ابو الطلاليب. وبند مهم جدا برضو الا وهو الترم الثاني في مواد الجغرافيا والتاريخ هيبدا منين، او احنا في منصه الكابتن التعليميه هنبدا الترم الثاني منين. في الجغرافيا باذن الله هنبدا من الدرس الثالث من الوحده الثانيه، المنهج مش قليل، احنا عندنا ترم قوي جدا جدا. وفي التاريخ هنبدا من نهايات الفصل الرابع استكمالا طبعا الى نهايه المادتين سواء في الجغرافيا او التاريخ. اما عن السعر
فكالعاده بيكون رمزي مراعاه للطلاب والاولياء الامور وللضغط اللي انتوا فيه. وحضرتك انا عامل لك المادتين بكل الباكج دي بالملازم بكل شيء شامل الترم بالكامل ب 340 جنيه فقط بدلا من 440. طب انا عايز اشترك في ماده واحده، متاح طبعا. التاريخ فقط ب 225 والجغرافيا فقط ب 215. وخلي بالك ان الارقام او الاسعار دي تشمل كل شيء والدفع مره واحده فقط. طبعا طريقه الدفع بتكون من خلال فودافون كاش من خلال الرقم اللي ظهر قدامك دلوقتي، وبتقدر طبعا ان انت تدفع من اي مكان عنده فودافون كاش. حتى لو انت عندك فودافون كاش على التليفون تقدر تدفع بسهوله جدا. وبعد كده طبعا بتجيب سكرين التحويل والرقم اللي حولت منه وتبعت لهم لنا على نفس الرقم على تليجرام. وانت هتشوف كل التفاصيل دي او تفاصيل اشتراك بالظبط عندك في الكومنتات بتاعت الفيديو ده علشان تقدر تشترك بكل سهوله وما يكونش عندك اي مشاكل يا ابو الطلاليب. كمان ما تنساش تنضم لجروب طلاب الكابتن وللقناه بتاعتنا على واتساب. وكمان هسيب لك لينك تقدر من خلاله تنشئ حساب في منصه الكابتن التعليميه، ولينك كمان للتواصل علشان لو عندك سؤال عن اي تفاصيل، لان احنا محضرين لك شغل قوي جدا جدا على مدار الفتره اللي جايه وبالاخص في شهر رمضان يا ابو الطلاليب. زي دورات كده تراويح وتروح وحاجات تانية كتير هتتعمل. ما تقلقش، هتطلع من رمضان حرفيا مذاكر وعامل عباداتك بشكل صحيح وكل حاجه معاك تمام. كمان اعمل سبسكرايب للقناه علشان في شغل قوي جدا هيتقدم لطالب اليوتيوب الفتره اللي جايه، ونلتقي في فيديوهات كتيره جايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم كابتن بدر حمزه، وهي دي كانت تفاصيل الترم اللي عامل فيها ترم.